السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ايه هي حكاية ابو رقبة؟ ومين هو الطفل الصغير اللي كان حلم حياته من صغره ان يبقى راجل تجارة؟ وازاي قدر يبهر اكتر ناس ابهروا الناس في العالم وهم اليابانيين؟ وايه سر حكايته ومقابلته لرئيس مصر الراحل؟ كل ده واكتر هنعرفه في حلقه النهارده. تبدا سنه 1932 في قريه اسمها ابو رقبه في مركز اسمه مركز اشمون التابع لمحافظه المنوفيه. هناك بيتولد طفل صغير اسمه محمود. ابوه كان راجل فلاح بسيط وكان بيستاجر ارض ويزرعها، يعني بمعنى اصح الارض دي ما كانتش ملكه، وكان بيبعت ابنه الصغير للكتاب وهو عنده 3 سنين علشان يتعلم القراءه والكتابه، ولكن ابنه بسبب ظروف ابوه الاقتصاديه ما قدرش يكمل تعليمه. ولكن الولد ده من صغره كان مولع قوي ومهتم بالتجاره، لدرجه انه كان بيحوش المصروف بتاعه ويديه لاخوه اللي مش شقيقه علشان يشتري له بيهم من مصر شويه لعب اطفال، وكان يقعد على مصطبه بيتهم يبيعهم للعيال في العيد، وكان ياخد الاصل ويطلع المكسب يديه لاخوه تاني علشان يشتري له برضه لعب اطفال، ويكرر الموضوع باستمرار. اخو محمود هنا لقي ان اخوه مهتم قوي بحته التجاره، فقرر انه ياخده معاه القاهره ويشتغل معاه كمان في اشهر منطقه في مصر وهي حي المسكي. وهناك في المسكي يشتغل بياع من محل لمحل لحد ما ربنا كرمه وفتح عليه وقدر انه يشتري محل هو و2 شركاء معاه، وتحول هنا من مجرد بائع هناك لمحل. بمناسبة الشراكة هنا لازم نحكي قصة مهمة جدا عشان نقدر نعرف هو ربنا كرم الراجل ده ازاي. محمود العربي لما شارك 2 صحابه بعد يومين بالتحديد من افتتاح المحل، في واحد منهم كان عيان وفضل قاعد في البيت، فمحمود هنا صمم انه ما يطلعوش من الشراكة، بل على العكس كان بيبعت له الفلوس بتاعته والارباح باستمرار لحد البيت، لدرجة ان شريكهم الثالث زعل وقال لمحمود ازاي ان انت تديله فلوس وهو ما بيشتغلش بيها اصلا؟ فرد عليه محمود وقال له هو ده ذنبه، الراجل عيان. لدرجة ان الشريك ده اللي كان زعلان ان الراجل بياخد فلوس وهو عيان فضى الشراكه بتاعته ومشي، ولكن محمود فضل مصمم ان زميله المريض يفضل شريك برضه لحد ما مات. هنا محمود العربي يعمل ايه؟ هل طلع ولاده من الشراكه؟ بالعكس، فضل مخلي الورثه برضه شركاء معاه وبيديهم نفس الارباح، وعلى لسان محمود العربي نفسه قال ان انا اهتميت بيهم هم الاربعه واهتميت بتربيتهم زي ولادي بالظبط، واحد منهم دخل طب و3 دخلوا تجاره و2 منهم كمان سافروا امريكا. كان حلم حياه محمود العربي انه يتحول من مجرد رجل تجاره الى رجل صناعه، كان كل هدفه يعني ايه ان احنا نجيب منتجات من بره ونبيعها، احنا عايزين نصنع المنتجات دي في مصر، وبالفعل قدر يحصل على توكيل كبرى الشركات اليابانيه زي توشيبا وزي شارب. في 1975 عمل زياره لليابان وشاف هناك مصانع توشيبا اللي هو اصلا واخد توكيلها، وهناك عرض على اليابانيين فكره ان هو يعمل مصنع لتوشيبا في مصر، لانه كان عنده حته ارض على طريق مصر اسكندريه الزراعي، وبالفعل اليابانيين جو هنا عينوا حته الارض واقروا بصلاحيتها للمشروع، وهنا اتعمل اول مصنع للشركه اليابانيه في مصر بايد محمود العربي. وما وقفش محمود العربي عند شراكاته مع الشركات دي بالتحديد، بل على العكس شراكاته هنا زادت مع بعض التوكيلات اليابانيه التانيه زي شركه سوني وشركه سيكو. تخيل ان محمود العربي قدر انه ياخد ارفع وسام موجود في اليابان، وهو وسام الشمس المشرقه، وحصل عليه من الامبراطور الياباني نفسه. وكان في مره من المرات قابل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وقال للرئيس انا امنيه حياتي اني اشغل كل سنه 1000 شاب، وبالفعل على لسان محمود العربي نفسه قال ان انا فعلا كنت كل سنه بشغل اكتر من 1000 شاب، وكنت بستغرب قوي كل ما عدد الناس اللي شغالين معايا يزيد كل ما الرزق كان بيزيد ويزيد. قبل ما نختم حلقتنا لازم نذكر الموقف ده للحاج محمود العربي، لانه كان موقف فريد من نوعه، والموقف ده بالتحديد اللي خلى الرئيس السيسي بنفسه يوجه له شكر. كلنا عارفين أزمة انتشار كورونا سنة 2019 والقرار اللي صدر بإيقاف العمل في المصانع لمدة 1.5 شهر، ولكن محمود العربي هنا صمم على إن كل العمال اللي موجودين عنده ياخدوا مرتباتهم كاملة وصرفها لهم كمان قبل ميعادها، وقال لهم أنا مش ممكن أتخلى أبدا عن أي واحد من 30,000 العامل اللي موجودين عندي. وفي النهاية يوم 9 سبتمبر سنة 2021 بينتقل محمود العربي إلى جوار ربه وهو عنده حوالي 89 سنة.